عمرك حسيت إن جسمك هدي أول ما القرآن اشتغل؟ مش بس نفسيتك، حتى أنفاسك ودقات قلبك والشد اللي جواك، كأن في حاجة كانت ماسكة روحك طول اليوم وفجأة سابتها. احنا بقينا عايشين في حالة استنفار مستمرة، تصحى تمسك موبايل، تفكير، مقارنات، خوف من بكرة، كلام كتير، دوشة. حتى وانت ساكت جواك صوت ما بيهداش، كأن روحك كاتمة نفسها طول اليوم ومش عارفة تخرج النفس، وجسمك بيدفع الثمن، كتاف مشدودة، عقل مرهق، قلب حاسس انه طول الوقت لازم يستحمل. بس الغريب ان ربنا لما اتكلم عن اثر ذكره ما قالش تتعلم القلوب ولا تقتنع القلوب، لا، قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تطمئن، كأن القلب أخيرا فهم إنه مش في خطر، كأن الإنسان لقى مكان يحط فيه حمله. القرآن مش بس كتاب بيعرفك الصح والغلط، القرآن أحيانا بيرجعك لنفسك. عشان كده في لحظات معينة آية واحدة ممكن تعمل جواك هدوء معرفش يعمله كل كلام الدنيا. مش لازم تكون حافظ كتير ولا فاهم كل التفسير، أحيانا كل اللي روحك محتاجاه إنها تسمع لا تخف إن الله معنا. يمكن عشان كده ناس كتير أول ما تتعب تشغل قرآن تلقائي، مش دايما عشان تدور على إجابة، أحيانا عشان تحس بالأمان. ربنا اللي خلق القلب ده هو أكتر واحد عارف إيه يطمنه. سؤالي ليك النهاردة، آخر مرة سمعت القرآن كنت مستعجل حتى وانت بتسمعه، ولا سبت قلبك فعلا يرتاح؟